طيب يعني في البدايه انت عايزنا نتكلم زي ما الكل بيتكلم ولا عايزنا نتكلم ما يفيد نادي الزمالك؟ لا نتكلم ما يفيد طبعا، احنا في المصلحه. وعايز اقول بس في البدايه احنا لا مع ولا ضد وما عندناش حسابات يا استاذ حسن، وليست لنا اي مصلحه مع اي شخص. عبد الحليم قال جمله مهمه جدا جدا جدا: نادي الزمالك فوق اي حد. طبعا ان كيان واسم نادي الزمالك فوق اي كبير، فوق اي حد موجود. فبالتالي لما يكون في اخطاء بتحدث يبقى لازم ان احنا نتكلم عليها. النهارده كثره تغيير المدربين، انا اعتقد ان كثره تغيير المدربين انا شايف ان هي طبعا اضرت بفريق نادي الزمالك. الحاجه الثانيه، انا مش متفق مع الحليم النهارده المباراه صعبه على نادي الزمالك. فنيا لا، هي مش صعبه على نادي الزمالك، نادي الزمالك افضل بكتير. ولكن نفسيا ومعنويا لا طبعا هي مشكله بالنسبه لنادي الزمالك. لان ما يتعرض ليه لعيبه نادي الزمالك من قسوه نقد، لا طبعا تخلي اي حد يتاثر. لو انا طول الوقت هطلع اقول لك يا محمد انت فاشل، انت فاشل، انت فاشل، انت ما بتأديش بشكل كويس، طبيعي ان انا هيبقى عندي هزه نفسيه داخل الملعب. فده ما يتعرض ليه لاعبي نادي الزمالك، رغم ان لاعبي نادي الزمالك هم من افضل مجموعه لعيبه موجوده، متفقين، ولكن في ضغط شديد جدا 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 على لعيبه نادي الزمالك. يعني من ضمن الحاجات مثلا لما نقول اني انا حاسس ان فرقه نادي الزمالك بتلعب كوره نسائيه، هو ده يسبب ضغط بالنسبه لي. انا انزل العب ازاي كلاعب؟ انا انزل العب ازاي كلاعب؟ لما اقول ان الفرقه دي مثلا فرقه زي مثلا بنشبهها باسماء بنات، فانا شايف ان دي امور صعبه ان تخلي اي لعيب يقدر يلعب واي لعيب يقدر يأدي في الملعب. انما خلينا نقول ان مجموعه اللعيبه حتى التغييرات اللي تمت النهارده هم كلهم لعيبه اساسيين. يعني لما تيجي تبص النهارده احمد رفعت بيأدي بشكل كويس، لما تيجي تبص دونجا لعيب مهم ولعيب مميز في نادي الزمالك، اساسي. لما تيجي تبص على الونش ظاهر بشكل كويس وكان بدأ مع الزمالك يمشي بشكل كويس. لما تيجي تبص باولو وحسام وباسم موسي مفيش اختلافات كتير، الاثنين بيأدوا. النهارده اسامه ابراهيم أدى بشكل كويس مع نادي الزمالك، ولما يخش مكان احمد توفيق مفيش مشكله. فانا شايف ان هي مباراه النهارده نادي الزمالك محتاج ان هو يستعيد الثقه، نادي الزمالك محتاج الهدوء، نادي الزمالك عنده مجموعه لعيبه كويسه، ولكن محتاج ان انا ادي دفعه معنويه للعيبه بشكل كويس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا لعيبه كوره لما كان بيحصل عندنا اي هزه دايما نقف ايه؟ عبد الحليم موجود مثلا، حتى لما كنا في المنتخب يحصل اي هزه جوه الملعب او يحصل اي حاجه نطبطب على بعض، يلا ما فيش مشكله، نعدي الكبوه دي، نعدي المرحله دي معنويا نفسيا، لان انا عندي قماشه كويسه. القماشه الكويسه دي محتاجه هدوء نسبي، محتاجه ثقه في النفس، محتاجه ان انت تدي للعيبه دي ثقه في النفس، محتاجه الجهاز الجديد اللي جاي كمان انا اديله ثقه واديله كل الصلاحيات ان هو يشتغل. مناخ طبعا ده مهم جدا، ده مهم جدا. لان عارف لو احنا بنقول نادي الزمالك ما فيهوش تيم كويس اقول لك ما فيش مشكله خلاص، ولكن في مجموعه لعيبه يا استاذ حسن من افضل مجموعه لعيبه موجوده صحيح في الدوري الممتاز هم مجموعه لعيبه نادي الزمالك، ولكن يفتقدوا للثقه دي. لو انا هزيت اي حد مهما كان هو قدراته طبيعي ان هو هيبقى نازل مهزوز داخل الملعب. انما مجموعه اللعيبه اللي موجوده في الملعب، يعني انت بتتكلم النهارده احمد رفعت الخط الخلفي اللي تحت حسام اللي تحت باسم موسي، انا شايف ان خط قوي جدا جدا جدا، ينقصه فقط انت عندك ايمن حفني لعيب بيحول نادي الزمالك من بيحول نادي الزمالك في اي وقت وبيعرف يحرز اهداف. نفس الحكايه مصطفى فتحي، احمد رفعت مكان ستانلي مفيش مشكله، الاثنين بيأدوا نفس الدور. زي ما قلت لك هي مباراه فنيا ليست صعبه على نادي الزمالك، ولكن نفسيا هي صعبه على نادي الزمالك.